يا صباح الخير عليكم يا احلى متابعين في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، قلت هروح لحماتي وحمايا في بني سويف، ولبست العيال ولبست كده هدوم العيد، ورحت بقى واخدت اختي معايا. اختي دي الصغننه شعنونه شويه بس خدتها معايا، وخدت اخويا برضو الصغير. قلت مثلا ايه يعني، بدل ما احنا مش خارجين يعني وكده، نروح بقى ايه اهي كده. وصلنا المنيب عشان نركب العربيه من المنيب. لا انا ما اعرفش الطريق ده، جوزي هو اللي ايه اللي عارف. بس فانا قلت اخد اخواتي معايا بما اننا مش هنخرج في العيد يعني. رحت واخده اخواتي معايا، وهي دي المفروض يعني هي خروجتنا. بس رحت بقى، العربيه اتحركت بينا ورحنا. دخلنا كده في الزراعي. انا الصراحه مش عارفه الاسامي الاماكن، بس يعني الجو يعني اول ما دخلنا، اول ما خلصنا الصحراء ودخلنا في الزراعه، مش قادره اقول لكم يعني هوا وجو يرد الروح يعني. اللي عايز فعلا راحه نفسيه يروح الارياف والبلاد دي، يقعد كده، يقعد له كده يومين ثلاثه يرتاح نفسيا. وقعدنا برضو على الاهرامات كده. انا الصراحه عمري ما روحتها الاهرامات، فعيالي شافوها كانوا فرحانين قوي بيها. رحت قلت برضه اصورها لكم للناس اللي ما راحتش الاهرامات قبل كده زي كده. اكيد ما فيش يعني، كل الناس راحت الا انا. بس فروحت بقى صورتها كده اهو، وعدينا بقى الجيزه، ودخلنا بقى على اول الصحراوي كده. فقلت اصور لكم الصحراوي عامل ازاي برضو، الناس اللي ما بتسافرش وكده يتفرجوا معايا وكده، بما اني يعني اول مره. فيعني الطريق الحمد لله ربنا ييسر لنا طريقنا. وانا الصراحه لاحظت ان يعني اكتر حاجه في الطريق ده اللي هو ابراج الحمام والنخل كتير جدا. يعني انا شفت نخل وابراج حمام في الطريق ده كتير جدا. ودخلنا كده على تقريبا ده هرم اسمه هرم ميدوم. هوريكم برضو صورته عن اقرب من كده، بس انا عشان ما كنتش قاعده جنب الشباك فما كنتش عارفه اجيب الصوره حلوه. او الهرم اللي هناك ده اسمه هرم ميدوم. حواليه بقى زرع زي ما انتم شايفين كده. هي مش صحراء يعني مش وحل، لا هي زي صحراء بزرع. فيعني الجو جميل الصراحه. ويعني واللي ما راحش بني سويف، هي بني سويف كويسه يعني، وفيها اماكن كتير قوي حلوه. فيها اماكن فيها زراعه، وفيها اماكن ما فيهاش. بس يعني جميله يعني، وكفايه بس ان الهواء يرد الروح فيها، والزراعه يعني، والمنظر ذات نفسه يعني مريح للعين ومريح للاعصاب. كده بقى دخلنا على خلاص قربنا كده. هو جوزي قال لي بدل شفنا هرم ميدوم احنا كده قربنا خالص على حته اسمها الواسطه في بني سويف. طبعا انا ما اعرفش اماكن، فانا بقول لكم انا يعني المعلومات دي انا واخداها من جوزي، فما اعرفش كانت صح ولا لا. كده بقى بعد ما خلصنا هرم ميدوم دخلنا بقى كده على اول الطريق اللي هيدخلنا خلاص، نبقى قربنا خالص على على البيت. بصوا البيوت جميله ازاي، يعني في رقي في كده، في شويه بيوت كده موجوده هناك يعني، فيلل. الصراحه تحفه، والبنى بتاعها حلو قوي ما شاء الله يعني. وبقى في هم بقى موجودين كده في قلب الزراعه. بصوا المنظر عامل ازاي ما شاء الله. دي يعني دي كده فيلا ودي فيلا تمام كده، موجودين بقى في قلب الزراعه. تخيلوا بقى المنظر، وتخيلوا العيشه بقى والهوا والحياه ازاي هناك عامله ازاي. يعني الصراحه جنه جنه جنه. بصوا الزرع عامل ازاي، تحفه. طول ما احنا بقى ماشيين في العربيه بنقابل زرع كده طول ما احنا ماشيين لغايه اما وصلنا. فانا حبيت اصور لكم شويه يعني من الطريق، تتفرجوا معايا برضو. انا بحب اتفرج قوي من الشباك على الطريق. وقعدنا برضو من جنب الترعه دي، مش عارفه اسمها ايه والله، انا ما اعرفش اسامي. والمنظر يعني تحفه. الناس يعني اللي ما بتروحش يعني ارياف او كده، فده منظر يغسل العين. اتفرجوا معايا رحت بقى هناك قضينا يوم جميل. وطبعا انتوا عارفين الاكله التقليديه الفته طبعا، دي معروفه. فانا ما بالنسبه للاكل أنا ما صورتش الاكل، انا بس صورت الطريق. ويعني تتفرجوا معايا انتوا على الجوله دي الجميله دي. الخضره والزرع والميه وحاجه ترد الروح يعني. وفي هناك بقى كل انواع كل حاجه، في خضار وفاكهه، كل حاجه ما شاء الله، كل حاجه طرحه ومزروعه عشان الصيف بيطلع خضار وفاكهه اكتر من الشتاء. فالدنيا هناك جميله ولذيذه الصراحه. بصوا البيوت عامله ازاي في قلب الزراعه. تحفه يا جماعه والله. وبالذات في العيد بقى بيبقى بقى ألفة كده، والناس كلها بتجمع بعض ويعيدوا على بعض، وفي ألفة وفي مودة يعني.
ما بقولش يعني ان دي يعني احسن شيء يعني، بس كفايه بس المناظر، وكفايه الناس بس الطيبه وال والناس اللي هي متشبعين اصول ومتشبعين خير. دي لوحدها تكفي. بس انا كده وصلت بقى عندي البيت. بعد ما وصلت كده قلت اخد لكم لقطه من الشارع كده، لان البيت جوه كان ما فيهوش اضاءه كويسه. خدت لكم لقطه كده من الشارع وانا على السلم كده قبل ما اطلع، وطلعت بقى غيرت وكده، وعملت لي بقى فنجان قهوه عشان اظبط دماغي من زن المواصلات والهيصه وكده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. عيد سعيد عليكم يا رب. ربنا يعود عليكم الايام بخير. ما تنسوش تتفاعلوا مع الفيديو وتحطوا لي لايك. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي.